بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده يا جماعه، طبعا احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا بلاش اي آلة جر تركب لبلصر 180 صيني، وجينا اتكلمنا في الموضوع ده يا جماعه، وناس كتير ممكن تكون خدت بالها من الفيديو وناس كتير برضو ما خدتش بالها من الفيديو. طيب انا النهارده برضو عامل الفيديو ده عشان اوريكم ان آلة الجر ممكن تسبب معاك ايه وايه الضرر اللي ممكن تعمله. طبعا انا كنت عامل فيديو كاتب فيه، كنت قايل فيه نفس الكلام اللي كنت خايف منه يحصل وبالفعل حصل. ناس كتير يا جماعه بتجيب آلة جر صيني وفي آلة جر موجوده في السوق بيقولوا لك عليها ضمان سنه وحاجات زي كده. يا جماعه بلاش اي آلة جر تركب صيني لبلصر 180، لان زي ما قلت ان دي من اكبر الاضرار اللي ممكن اخاطر بيها على حياتي اولا، ثم تاني حاجه وهي البايك بتاعي. طيب النهارده جالي الباشمهندس مركب آلة جر اللي هي الصيني، واللي مركبها من شهرين، وآلة الجر الجنزير اتقطع. بصوا يا جماعه عمل ايه في الفرغه، كسر الفرغه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، يعني كسر الموتور عشان الجنزير ساب دقر في الجزئيه دي، خرم الموتور اهو يا جماعه. يعني احنا لو دورنا كده، دور كده يا غالي، لو دورنا كده هنلاقي ان في زيت طالع من الجزئيه بتاعه الموتور، لان الموتور يا جماعه اتخرم بالشكل اللي احنا شايفينه ده. دور كده، شايفين يا جماعه، شايفين؟ بس بطل شايفين يا جماعه الكسره قد ايه اللي عملته آلة الجر الصيني. بلاش يا جماعه نروح لناس قلالات الضمير، اي حد هيركب لك آلة جر صيني بيضرك. آلة الجر الاصلي في اسوأ احوالها ما تضرنيش ولا تضر البايك، لان احنا عمرنا ما سمعنا ان جنزير اصلي في بلصر 180 او 200 NS الجنزير اتقطع وسبب المشاكل. عمرنا ما شفنا الكلام ده كله. طبعا الجنزير بيكون رفيع بالشكل اللي احنا شايفينه ده، فبالتالي يا جماعه الجنزير بيتقطع، فبيروح جاي دائر فيه جزئيه الترس الامامي، بيكسر معايا الموتور. والحمد لله انها جت على قد كده. احنا هنحاول ان احنا نعالج له المشكله دي، بس يا جماعه يا ريت ما نركبش آلة جر صيني. وخلي بالكم يا جماعه 3/4 قطع الغيار اللي موجوده في السوق كلها صيني. فعلشان اللي احنا نبقى احنا عندنا وعي من كل قطعه غيار بتركب عندنا، آلة الجر الراجل جايبها ب 1000 وكام يا باشا؟ 1200 جنيه آلة الجر الصيني. حرام عليك لما تدفع 1200 جنيه في آلة جر صيني، انت بتخاطر بحياتك وبتخاطر بالمكنه. وبكده يا جماعه ده كان فيديو النهارده ليكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وطبعا يا جماعه احنا في الفيديوهات بتاعتنا بتكون ارشادات وتوعيه ليكم لوجه الله، يعني احنا بنقدر ان احنا نفكم لوجه الله. زي ما قلنا ادي فرغه موتور يا جماعه اللي عليها الرقم، يعني دي مشكله مش بسيطه علشان اللي انا اروح اجيب آلة جر صيني. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحد بيبيع قطعه غيار صيني بيضر بيها الناس بالشكل ده. يعني ما كملتش شهرين وادت معاه للتلف ده. جالي قبل كده برضو آلة الجر مبوظه عمود الجر الامامي، واضطرينا ان احنا نفك الموتور في بلصر 22 بسبب برضه لان الترس الامامي كل العمود، علشان الترس مش من الصلب، من الحديد العاده، فكل معايا العمود وبوظه، واضطر ان احنا نفك الموتور. وبكده يا جماعه ده كان فيديو النهارده ليكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس.